راح أنفذ طلباتكم لأن هذا الشخص مجرم وقاتل. شوفي بان عيد النظر بالمعلومات قبل ما يصير عليك شيء ما يعجبك. محتاج شيء؟ سلامتك حبيبتي بان، توكلي على الله وتوصلين بالسلامة. القانون هو الوحيد اللي ياخذ حقك. القانون ما يغدرك ولا يبيعك. أنا أؤمن جدا بالقانون لأن هو أساس المجتمع والحياة. دكتورة اكو شخصية مهمة تريد تتكلم وياك بغرفة الاستقبال. تمام دكتور، بس أخلص المريض وتوجه لغرفة الاستقبال. تمام دكتورة. اريد منك انه تغيرين التقرير الطبي للشخص هذا وتكتبين عليه مجنون بدل العاقل حتى ما ينحكم عليه بالاعدام، وراح نخلي الفلوس تلعب بين ايدك وعندك حرية الاختيار، اما التزوير او نسوي شيء ما تتوقعينه ابدا، لان احنا الدولة وكل شيء نقدر نسوي، واذا تفكرين الشعب يساعدك، الشعب نايم وما يدري شنو راح يصير عليك. ما راح أنفذ طلباتكم لأن هذا الشخص مجرم وقاتل. بعد انت بكيفك لو نصفيك انت واهلك لو تنفذين طلباتنا وتكتبين عليه شخص مجنون. يا رب خلصني من هاي المشكلة، ما أريد العصابة تحصل على المبتغى وتسوي المجرم بريء قدام العالم ويضيع حق البنت المغدورة. أنا أثق بالقانون وما يضيع حق أحد بطريقة أو بأخرى، راح ينكشفون، والقانون ما يتزور، الحق حق والباطل باطل. بان تريدين اطلب دجاج توصيل حتى نتعشى بيه؟ يا ريت، والله تعبانة وما عندي حيل أسوي عشاء هسه. تمام، لا عاد راح اطلب. لا بان، لا تخلين تهديدي يهزك ويندفن حق البنت المسكينة المغدورة. اكتبي عاقل ولا تسمعين كلام باطل. خليت أمانتي عند رب العالمين، خلي أكتب عاقل وأتوكل على الله وأنام الصبح يصير ألف حل. شيلي الوسواس من راسك يا بان. يا رب توكلت عليك وسلمت أمري بين يديك. شوفي بان عيد النظر بالمعلومات قبل ما يصير عليك شيء ما يعجبك. شي يصير خلي يصير، أكو رب يحميني من هذه العصابات. خلاص صار، لازم هسه أسلم التقرير للقضاء العادل، لأن بعد ما أتحمل مهازل وتهديدات وشي يصير خلي يصير، المهم الحق ما يضيع. سيدي هذه التقارير واتضح أن المجني عليه عاقل. تمام بنتي، راح أخذ الإجراءات المطلوبة بحق المتهم بشكل نهائي. أخيراً انتهت القضية، ما أسمح لنفسي أخلي مجرم حر طليق بدون عقاب، لازم كل مجرم ياخذ العقاب اللي يستحقه. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت، قراراً وجاهياً قابل للتمييز. أريدكم تقضون عليها بطريقتكم المعتادة، لأن ما سمعت للتهديدات، وحالياً الشخص القريب علينا راح ينعدم بسبب هذه البنت. وفوراً أريد العائلة مال الدكتورة تجي بالمكتب مالتي حتى أتفق وياهم على العملية، وإذا ما وافقوا يكون مصيرهم مثل بتهم. كم تبيع علينا وطنيات وما ترضى تجذب وما تقول على هذا الشخص مجنون، تريد تقول عليه عاقل وتريد تخلي هذا الشخص ينعدم. انتم ما لكم علاقه. اعرف شخص عنده شقه بتركيا، روحوا قعدوا يمي، ومحمد راح ينسجن مؤقتا لحد ما يطلع تقرير الانتحار ونطفي السالفه. راح نطفي الكاميرات مال المنطقه والبيت وراح ناخذها ونصفيها بالحمام ونكتب على الباب عباره اريد الله حتى يقولون هي سوت هيجي بنفسها. سيدي هسه راح نتوجه للمكان اللي بنتوقف فيه دائما حتى نباشر بعمليه الاختطاف، تقريبا ساعه واحده عندك سيدي. يلا حرك. سيدي هسه الدكتوره صارت يمنا مخدره وراح نروح للبيت مالتهم ونباشر العمليه، بس نريد الكهرباء تكون طافيه حتى ما يلتقط اي تصوير للعمليه. اريد الكهرباء طافيه بحي الخليج اليوم. تمام. ما اريد تشغلها لحد ما يجيك نداء من عندنا يلا بذاك الوقت تشغلها. تمام سيدي. صار